ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا دايما بخير وستر وراحة بال. النهاردة هعمل معاكم العيش الشمسي او العيش الصعيدي بس بطريقة جديدة، طريقة من غير خميرة عادية. ولو عايزاه من غير شمس ممكن تعمليه جوه عندك في الأوضة على المروحة او حتى على الدفاية. يلا بينا نسمي الله ونبدأ. بأول حاجة معلقة خميرة فورية طبعا، وبنحط معاها معلقة سكر، وبنعمل بيها الخميرة السريعة الفورية اللي هنخبز بيها العيش. بندوبهم في شوية مية دافية ونعجن خميرة تكون طرية شوية أو لينة مش متماسكة، ونسيبها تخمر لمدة 10 دقايق أو نص ساعة إذا كنا في الشتاء. أول ما بنلاقيها خبرت بنجيب المية الدافية بتاعتنا بالشكل ده، بنسيبها تخمر. وبعد كده بنجيب بعد ما تكون خمرت ترتفع بنجيب المية الدافية بتاعتنا ونحطها في حاجة كبيرة اللي هنعجن فيها، وبننزل عليها بمعلقة ملح، وننزل بعد كده بالخميرة الفورية اللي احنا عملناها. خلي بالك ان العيش ده ما بيقعدش كتير، يعني تكليف خلال يومين ويكون في التلاجة، ما تسيبوش من بره لانه هي ما بيتحملش. بنعجن كده كأننا بنعجن العيش العادي. انا كده بلم العيش، وبعدين بنجيب ردة بنحطها على مقارص او بنحطها على الدوارة. انا ما عنديش طبعا الدوارة ده فانا عملتها على الصينية. بصي اتصرفي، اي حاجة ممكن تنفع برضو الاطباق. بنقطع عليها العيش، وبعد كده هو بنسويه بايدينا. مش عارفة ممكن تعمليه بدقيق، بس الدقيق هيخلي وشه ابيض. تمام. وبعد كده بتحطيه يا اما في الشمس، لو ما فيش شمس بتقفلي الاوضه وتحطيه في المروحه، على مروحه لحد ما يخمر. تمام. وتخبزيه في الفرن البوتاجاز عادي خالص. انا ده خبزاه في فرن البوتاجاز، ما يهمكمش من الشكل ده لو ان هو اتشقق مني زاد عليه الخمر سوري. ممكن تعمليه اسمر زي كده، وممكن يكون لونه ابيض زي ما افراد العيله عندك بتحب.